اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه كل سنه وانتم طيبين. خلاص كده هنبتدي في سلسله حاجه العيد، وانا بحب اعملها اخر اسبوع بصراحه في رمضان. ما بحبش اعملها بدري. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم انا يعني عادي، ما كل الناس بتقدمها او بتعملها في التوقيت اللي هو البدري. فانا يعني الوضع معايا بعملها في الاسبوع اللي هو الاخير في رمضان. تمام. فتعالوا بقى بينا اول حاجه نعملها في سلسله حاجات رمضان العيد. النهارده هنعمل القراقيش او هنعمل المنين زي ما بتسموه. تمام. انا عندي هنا العجوه اللي انا جايباها، واللي هو الباكت اللي هو الجاهز ده، ومعايا معلقه هنا سمنه وشويه سمسم. دول هعجنهم مع بعض كده عشان هنحشي بيهم شويه. وعندي هنا بيكنج باودر، وعندي هنا الدقيق، استخدمت دقيق الكوثر. وعندي هحط خليط بقى السمنه مع الزيت، وهنشوف ازاي. هو الكيلو ليه كوبايتين سمنه، الكيلو ليه كوبايتين سمنه. عايزه احط خليط عشان ما تبقاش ناعمه قوي، تبقى فيها قرمشه شويه. هحط كوبايه سمنه، كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. الكوبايه دي انا معايره بيها السمنه طبعا، كنت بفضي بيها الايه السمنه. تمام. وكل كيلو دقيق ليه كوبايه ونص ميه دافيه. تمام. وعندي هنا كل كيلو دقيق ليه معلقه شمر مع ينسون، وانا محمصاهم وعاملاهم عشان يطلع الريحه الجميله بتاعته زي ما انتم شايفين كده. ريحته قلبه المكان بصراحه يعني. وعندي هنا 3 معالق نشا. 3 معالق نشا دول بيدوها هشاشه فظيعه وحلوه. وعندي هنا معلقه ونص خميره فوريه. وعندي لكل كيلو 3 معالق سمسم محمص. وانا بحب احط حتى لو الحاجه مش هستخدم فيها حليب، انا بحط للمعجنات عموما لبن بودر او حليب بودر. فانا هنا كل كيلو حاطه له معلقه حليب بودر. وهنا حاطه لكل كيلو 3 معالق سكر بودره. والسمنه والزيت زي ما قلنا هنحط كوبايه ونص سمنه على نص كوبايه زيت. ده لو انا عايزاها تبقى ماسكه نفسها، عايزاها ناعمه قوي زودي. هو الكيلو بياخد نص كيلو ماده دهنيه، الكيلو الدقيق بياخد نص كيلو ماده دهنيه. هنشوف دي هنعجنها الاول واعملها كده بالسمنه وارجع لكم تاني. كده حبايبي خلاص انا عملت الايه العجوه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو كده. وهحطها في جنب دلوقتي لحد ما نكمل باقي الحاجه بتاعتنا. شايفين بقت طريه وعامله ازاي اهو، طريه خالص خالص بعد ما اتعجنت بمعلقه السمنه. هنا حبايبي هحط الدقيق بتاعي، وانت بتستخدمي الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. تمام. انا بس هحاول ايه يعني انخله بحيث ان انا ادخل له شويه هواء. هو بيبقى نضيف وكويس وزي الفل، بس برضو كده عشان الهواء يدخل عندي في قلب الايه العجينه. تمام. هحط الماده الجافه كلها او المواد الجافه كلها مع بعضها كده حبايبي. انخل الدقيق بتاعي، وهو الهدف منه ان هو يدخل لي بس هواء للعجينه. هخلص بس الايه الدقيق، وهنشوف هنضيف الاضافات كلها. بس طبعا انا عشان العجان انا هنعجن مع بعض كيلو كيلو عشان تبقوا انتوا برضو ايه عارفين مقدار الكيلو. هنا هحط المواد الجافه كلها، هحط معلقه بيكنج باودر. تمام. وهنزل بمعلقتين من الشمر واليانسون. عايزه اقرب بس العجان شويه. تمام حبايبي. وهنزل هنا بكل كيلو بحط له معلقتين سكر بودر، وكل كيلو هحط له معلقه ونص نشا. وهنحط هنا لكل كيلو 4 معالق سمسم. انا بحب السمسم بتاع المنين او القراقيش بحبه يكون كتير. تمام. وهحط هنا معلقه لبن بودر كده. ماشي. وهنزل بمعلقه ونص خميره، وهقلب الايه المواد الجافه دي كلها.
كده حبايبي هقلب المواد الجافة كلها زي ما انتوا شايفين اهو. هقلبها بالشكل ده كده اهو. دي مقادير الكيلو الواحد، ده مقادير الايه الكيلو، عشان بس ايه ولا توه منكم ولا تتوهوا مني. تمام. قلنا الكيلو من ده عليه نص كيلو نص كوبايه زيت اهو، عشان ما تبقاش مقرمشه قوي معايا، انا عايزاها ناعمه. وهحط على الكيلو كوبايتين من الايه السمن، اي نوع سمنه عندك. انا عامله السنه دي اللي هو الخليط، اللي هي السمنه المزارع. تمام كده حبايب قلبي. يبقى انا كده حطيت الماده الدهنيه وحطيت المواد الجافه، وكل ده اقلبه كده وهوديه بقى. طبعا احنا هننسى، لا مش هننسى طبعا، هنفتكر اهم حاجه في العجينه بتاعتي احط ذره ايه الملح، احط ذره الملح. ماشي حبايبي اهو. طبعا انا يا دوب السمنه يا دوب مسيحاها. ماشي، نحط ذره الملح بتاعتنا كده حبايبي، واوديها بقى على العجان. انا حاطه الكف ابس فيها شويه حلوين قوي كده لحد ما احسها اتبست تماما، وارجع لكم تاني. هقرب لكم انا دلوقتي العجان. اهم حاجه ان انا افضل ابس العجينه بتاعتي كويس قوي. تمام. شايفين العجينه عامله ازاي؟ انا لسه ما حطيتش الميه، لازم ابسها كويس قوي قوي قوي، كاني ببس لتحت بالظبط. طبعا انا عملت هنا في العجان وعملت الكيلو الثاني هنا في الطبق اهو، ولكن هبسها كويس قوي زي ما قلت لكم، عشان انا ايدي فيها مشكله، فعشان كده هبس فين في العجان. هبتدي بقى بعد ما اتبست كويس قوي كده، هبتدي انزل بقى لكل كيلو هحط كوبايه ونص ميه، وازود الميه بالراحه واحده واحده. اخلص العجينه بتاعتي كلها بقى مره واحده كده حبايبي. طالما العجان بتاعي نضف زي ما انتم شايفين كده من الحواف بتاعته، يبقى انا العجينه بتاعتي مظبوطه 100%. تمام. نشوف كده قطعه من العجينه اهو، ما شاء الله اهو. شايفين العجينه عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. كده العجينه بتاعتي خلصت، هفضيها من العجان وهعمل ابس شويه التانيين وارجع لكم تاني. شايفين العجينه عامله ازاي؟ كده حبايب قلبي العجينه بتاعتنا ما شاء الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين العجينه. طبعا دي انا عاملاها هتبقى ناعمه، يعني مش هتبقى ايه مقرمشه قوي، انا عاملاها هتبقى ناعمه. هجهز بقى الصاج بتاعي، او هجهز الحاجات بتاعتي، او هنشوف هنعمل ايه في العجينه بتاعتنا وهنشكلها ازاي. خليكم معايا حبايبي. بقى هجيب قطع قطع كده وهنحاول نفردها. شوف بس ده كده شويه عشان اعملها بالايه البتاع هنا، نعملها بالعجوه. تمام. هي العجينه ما شاء الله بتتفرد معايا كويس قوي. انا عايزاها تبقى مستطيله كده عشان هعمل بالعجوه الاول، وبعد كده هعمل ايه ساده. تمام. فهنعمل بس ايه الشكل العام كده مع بعض، وبعد كده هات المشاية، هخليها بس ايه السمك اللي انا ايه عاوزاه كده حبايبي.
ما شاء الله العجينه ولا بتشقق ولا حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. انا بس عايزه اوسع الدنيا ليا شويه كده حبايبي. اعدل بقى الفرده بتاعتي كده تمام. هخليها بس ايه مستطيله عشان هفرد برضو الايه العجوه بتاعتي وهحطها في قلبها وهوريكم هنعملها ازاي. العجوه طبعا بتاعتي طريه جدا بعد ما ايه ما عملتها اهو. افردها برضو كده وبرضو زي ما قلنا هعمل شويه عجوه وشويه من غير عجوه. ليه؟ لان انا عندي مش كله بيحب الايه العجوه. تمام كنت نضيفه وزي الفل. ابتدي افردها بس كده عشان تبقى متساويه وابتدي احطها على العجينه بتاعتي. هنفرفتها ليه كده مش مشكله اهو. افرد بقى في الايه هي كانت عايزه كيس بس مفيش مشكله كده. هملى القطعه دي كلها كده بالايه بالعجوه. تمام حبايبي كده. احط حته كمان وابتدي ايه الفها بالطريقه اللي هتشوفوها دي. تمام كده حبيبي. هبتدي الفها وابرمها كده تتبرم معايا خالص كده. هي العجينه عشان ناعمه قوي كان المفروض اسيبها شويه في التلاجة عشان السمنه. الجو طبعا المطبخ عندي الجو حر كده يا حبايبي. انا حطيتها على الرخامه. هبتدي بقى اقطعها باي حاجه بسكينه باي حاجه عندك عايزه تقطعي بيها قطعي بيها. وهنرص هنا في الصاج بتاعنا. تمام اهو. اقطعها كلها كده وتبقى في سوا واحد وارصها في الصاج دي اللي هي بالعجوه اهو. نجيب الصاج بتاعنا بقى اللي هنرص فيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده حبايبي. هسيب بس فراغ بسيط ما بين كل واحده وواحده. طبعا الساده ما يعني على طول بتتعمل يعني ما بتاخدش نفس الايه كده. والعجينه هتكون شدت معايا شويه اهو كده حبايبي. طبعا انا هعمل شويه من دول كمان بالايه بالسمسم هعملهم معاكم. بس ايه نكمل الصاج ده الاول وهخلص كل حاجه كده واوريكم الشكل الايه النهائي بتاع المنين بتاعنا او القراقيش بتاعتنا كده حبايبي اهو. تمام اخلص بقى الباقي الاول. حبايب قلبي كده خلاص خلصنا المنين بتاعنا خلصنا القراقيش بتاعنا يعني زي سموها زي ما تسموها. وعملت كده شويه دول بالسمسم وده اللي بالعجوه وعملت الساده. هنسوي بقى القراقيش بتاعتنا او المنين بتاعنا وبعد كده نشوفوا الشكل النهائي بتاعه عامل ازاي. وخليكم معايا كده حبايبي. خلاص خلصنا القراقيش او المنين بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. شايفين التسويه بتاعته عامله ازاي ما شاء الله. نقرب بس كده الايه الاضاءه عشان تبقى حلوه اهو. شايفين حبايبي اهو ناعم وجميل ومش قادره اقول لكم على طعمه. وبناخد برضو اهو شايفين
اللي هو اهو، شايفين عامل ازاي اللي ايه اللي مش محشي كده يا حبايبي. هنرصه بقى كله في طبق ونشوف الشكل النهائي بتاعنا بقى. فضي السجان بتاعتنا دي كده، هرصه هنا وهسيبه لحد ما نعمل حاجة جديدة من نواعم العيد بتاعتنا. كده حبايبي خلاص خلصنا المنين بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين بالشكل الجميل الرائع ده. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا اول حاجة في نواعم العيد. واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم بألف خير.